والآن لحظة التكريم والتقدير لأحد الرواد الذين تعلمنا وما زلنا نتعلم منهم الكثير في مجال الأدب والإنسان. صالونها مدينة الشارع الوادي الشاي أيمن إسماعيل يهدي درس صالون إلى ابن من أبناء فصول ثقافة الغربية، تلميذ في الشعر العامي، له ديوانات قصة ميدان وغنوة الأيام، وقريبا تحت الطابع مواويل مصرية وأنغام مصرية وثورة شعبية. هو الذي قال عن نفسه تلميذ له الشرف في الشعر العامي، عارف حدود صدمته بيرة خاله وعمه، لعمر لو بتاع بإمارة أو تمييز. أغنى شاعر في العالم واسأله عنه هو الشاعر الكروي السنغالي عبد الله الشعراوي. في مصر والوطن العربي. قبل ما ابدا الكلام لازم احييه. ما هو عم الادب وانا بموت فيه، علمنا معنى الادب وانا من التلاميذ من غير عمنا علي، الله يبارك فيه. هحولها في الورق صور فوتوغرافي ما ينفعش بس صور خلاص. همسات تلميذ ماليش في اللون ولا عمري هكون زي الدلاديل. انا نبت اصيل جد الشعراوي فلاح عرباوي، ما هو لي امام تشهد الايام. وصاني كلام الحب سلام لنا شجرة عيلة فروعها كتيرة في كل مكان، لها مد بستان شمس وضليلة في رفو مدينة، وفي ليل ونهار مفتوح دوار. الحب أساس نحترم الناس ونمد الإيد بالخير ونزيد، لجدادنا ندين عرفنا قوانين، والأرض النيل بقلوبنا الميل. ولا منه شربت من طعمه عرفت محبوب وحبيب والقلب قريب. أزعل على حق وماليش في النق، راضي بنصيبي الكل حبيبي، والحمد لساني أول مش تاني، والحمد لساني أول مش تاني. وبخاف من الله عايش أترجاه
احفظ أولادي مع أمن بلادي ما هو عمادي وأنا عبد الهادي تلميذ زجال عشق الموال وخالي جهيل والبيرة مدين لإيديهم مبوس حتى ابن عروس وكتير رواد لهم بصمات. أنا مش مجنون ولا صدم جنون هفضل مديون ولا هنسى في يوم أفضال الناس أهل الإحساس وهكون تلميذ وبألم عزيز واليوم أنا جيت للشقي للبيت دعوة همسات في العيد وهبات لأجل مهنيه من قلبي إليه دايما في نجاح لحروفنا براح والله اتصريت وعشانكم جيت كاتب الأسجال ويا الموال علشان همسات كلها نسمات أخوة وأخوات تورته وشربات مع كل أصيل الفرحة تزيد هنقول ونعيد ما هي سهرة عيد وهيحلى الطرب في برج العرب جمع الإبداع وكتير أنواع أشعار مواويل مع كل جميل همه بتسجيل لا يعدي الليل من غير ذكرى لا بيال بكرة والمثل الكل ده ليلتكم فل يا نوار طل أتوابها بتل بكفاية أسجال اسمح لي يا خال أرجع لمكاني من بعد تهاني أنا شايف الكل